عارفين ليه اسكندريه مميزه؟ عشان هي فعلا مميزه، وده مثبت تاريخيا. الاسكندر الاكبر شاف في اسكندريه ميزه حربيه، وهي ان اي حد هيجي يحاربه هينزل الاول عند جزيره فارس قبل ما يوصل لاسكندريه، وده كان بيسهل عليه انه يهزمهم او يحاوطهم عند الجزيره، او يكون اوريدي اصلا عامل لهم كمين قبل ما يوصلوا. بس ما اكتفاش بكده، عشان يسهل على جنود الوصول للجزيره بنى اطول جسر مائي بطول 1244 متر بين الجزيرة والمدينة، بس كان لسه شايف ان المدينة مفتوحة من كل حتة، فأمر ببناء سور حوالين المدينة كلها، والسور ده ليه حلقة لوحدها وبرجعوا تتفرجوا عليها. طيب نكتفي بكونها مدينة عسكرية؟ اكيد لا، اسكندريه كانت من اهم المواني في العالم، فجم البطالمه وحبوا ان هم يكونوا ليهم بصمه ويعلوا على الاسكندر، فقال لك احنا نعمل فنار عشان السفن تمر بامان. ومش بس كده، امروا ان الفنار ده ناره متطفاش ابدا، وعشان ده يحصل كان لازم العمال يعيشوا في الفنار حرفيا، وبالفعل اتعمل لهم غرف في قاعده الفنار يعيشوا فيها هم واسرهم. العمال علشان يطلعوا لقمه الفنار كانوا بيطلعوا في منحدر حلزوني، وكل ده وهم شايلين الاخشاب والوقود على ظهرهم ليل نهار، وكانوا مقسمينها شفتات بينهم، وفعلا قدروا يحافظوا على نور الفنار ده لمده 1000 سنه. يا سلام، والله تسلم ايديهم. لكن لما جه زلزال 1307 اتدمر فنار اسكندريه اللي كان يعتبر من عجائب الدنيا السبعه القديمه، ويقال ان قلعه قايتباي اتبنت بحجاره الفنار. وبما اننا بنستعرض معالم اسكندريه وان هي دوله لوحدها، ففي عهد البطالمه اتعمل فيها اول مجمع للابحاث العلميه في العالم، اللي كانت بتضم 700 الف مخطوطه، ودول جم عن طريق التبادل اللي كان بيتم بين التجار زمان. كانوا بيتبادلوا العلم والمعرفه زي الزيت والسكر كده، والله برافو عليهم. المكتبه دي مش بس كانت بتتميز بالكم الهائل بالمجلدات العلميه، ده مر عليها اشهر العلماء، عندك مثلا ارخميدس، اقليدس، هيرون الاسكندراني، وغالينس وغيرهم. عرفتوا بقى ليه اسكندريه مميزه واهلها مميزين؟